راكم تشوفوا راني في بلاصه جديده. هذه البلاصه ولا هذه الغرفه راح تكون الاستوديو تاعي الجديد. راح نحول هذا الاستوديو اللي راكم تشوفوا فيه الى هذا الاستوديو اللي راكم تشوفوا فيه دوك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم رفيق في فيديو جديد. حاليا انا رحلت من الدار اللي كنت فيها القديمه اللي كانت في طوكيو الى مكان جديد، بلاصه جديده. يبقى الحي في طوكيو خوتي، بصح دار جديده. كما على بالكم هنايا في اليابان كراء ولا المنازل في اليابان غاليه جدا جدا. داني الامر تقريبا عام كامل باش وجدت استوديو. بلا اطاله خوتي، ما نطولش عليكم، لننتقل للفيديو. فيديو تاع اليوم راح نحتاج هادو المعدات اللي هما measures مترات باش نقيس. نحتاج هذا الليفلر، نحتاج هذه باش ندير الزيت، نحتاج glue، زوج انواع تاع الغراء، الغراء القوي والغراء متعدد المهام. نحتاج هذا تاني خوتي اللي هو screw driver، هادو تاعو they go with it. نحتاجو هذا اللي هو الورق الخشين ولا البابي فير. نحتاجو هذا تاني اللي هو منشار، راح نقصو به الحطب الليل هيك. ونحتاجو هذه القرعه تاع الزيت. نبداو في الحائط هذاك اللي موراي، نبدلو له اللوك تاعو. ليتس جو. يبانوا ساهلين باش تقطعهم، مي تلمو حطبوا في وسطهم جاي واحد النوع تاع القماش وجاي صحيح شويه. راح نديرها 6 مرات خوتي، ماشي لازمني 6 منهم في الحيط اللي موراي. نحوس خوتي في موقع يقولوا له راكوتان. راكوتان هو امازون تاع اليابان كما تقول. دول الاخرين عندهم امازون، اليابان عندهم راكوتان، موقع تاع الشوبينغ اونلاين وكذا. لقيتهم يبيعوهم بصح الحجم تاعهم صغير، تلمو كي تبيعهم بالحجم الصغير الشحن تاعهم يجي رخيص. بقيت نحوس على الكبار باسكو لو كان ديرهم والحجم تاعهم يجي صغير يجي ما يجيوش كاملين، يجي الخط بين الوحده والوحده. هذيك اللي ما حبيتهاش انا، ماذا بيا كي نديرهم يجيو ما يبانوش باللي معقوفين. المهم لقيت متجر يبيعهم، ما امنش باللي لقيتهم بالحجم 240. شريتهم من تما وكنت راح نرحل من الدار. ما درتش الشحن للدار القديمه باسكو لازمني نجيبهم معايا من الدار القديمه للدار الجديده. من دوك سايد درت الشحن على شهر باش نرحل يوصلوني للدار الجديده. دوك لقيتهم مرولين خوتي، تلمو هذوك كما قلت لكم تاع وود فينير هاب، يجيبوهم في كرتونه تيجي مستطيله تعمل فوق بعضهم هكذا ومسبوطين، ما يجوش مرولين كيما هذو تاع الجابون. افضل حاجه يعني جاو في الرولو هذه خوتي، سهله باش تقطعهم. ضرب قيس، حط القياس تاعك على الرولو، كي تلقاها هي قطعهم ديريكت، اسهل حاجه. واو شفتوا خوتي كيفاش تجي؟ راني خايف تطيح. راح دروك نابلي الجلو ونحطها. ريلود خوتي الجيمرز. wait I was not expecting this. okay دروك رواح. بسم الله. first one done. أنا خايف هذا ما يكفينيش خوتي، شريت غير وحده كنت في بالي تكفيني، اما ديجا راهي ما بقاش فيها بزاف. ان شاء الله يكفينا، مازالت لي وحده والنص. شوفوا خوتي كما قلت لكم قصيت ثلاثه مي كي تحطهم يبقى لك الجزء هذا ما فيهش. ثم الحل تاعها النهائي كامل انه نفينيها كاش حاجه كحله هنايا. تادا كيفاش كان الحيط وكيفاش ولا. هنايا من بعد ندير شيلف، ندير لوغو، ندير منا امور. هنا راح يجي الديسك تاعي اللي هو هذا. دروك كملنا من الحيط، راح نزيتوهم ونبداو في الديسك خوتي. ليتس جو. شتو خوتي تحسبوني انا يوتيوبر، هذا ما كان مصور لاتيتي كذا، نتوما مصورين ما كان والو. عبالكم نهار كنت صغير وكان بابا دائما بريكولا وكذا منا في الدار، دائما لاصق فيه انا طونوبيل لاصق فيه، دائما يجي بريكولي نلصق فيه. زدت تعلمت شويه من اليوتيوب، هذا ما كان خوتي.
خوتي. شوفوا اليوتيوب يعلمكم كلش، تعلم الطبخ، تعلم التصوير، تعلم المونتاج، تعلم النجارة، اليوتيوب هو المعلم تاعكم خوتي. دوك واش راح نديرو؟ كاين هذا اللي هو الزيت تاع الحطب الشفاف والفرشات. تلمو هادو الوودن بانلز، هو حطب عادي يقصوه، ما يفرنيوه، ما يشربوه، ما والو. المهم لازمنا نفرنيوه باش يتشبع شويه اللون تاعو، ما يفسدش منا القدام. المرحلة الثانية اللي هي المكتب ولا الديسك. الوودن بانلز هادو اللي مورايا داولي تقريبا 3 سوايع ونص خوتي. واه ما كنتش حاسبهم راح يدوا الوقت هذا كامل. هذا هو الديسك خوتي، كيما راكم تشوفوا كبير بزاف، 120 على 60. تلمو الديسك تاعي القديم صغر عليه، ودائما نحتاج بلاصه باش ندير الانبوكسينغ تاع البرودكت ولا نصور ريلز، وراح نماونتي فيه سوفت بوكس والكاميرا. نحتاج واحد يكون سوليد وكبير وما نزيدش نبدلو ديريكت باش ما نبقاش كل دقيقه نشوف ديسك جديد. المكاتب اللي صنع في الصين والمكاتب هذوك الرخيصه تاع ستاندينغ ديسكس تلقاو فيهم محرك واحد ويدور هكذا، واغلب الاوقات يتعطل هذاك المحرك. اذا كنتوا حابين تشريو ستاندينغ ديسك مالغري يكون غالي، شريو اللي فيه 2 محركات ويكون بالضمان باش ما تخسروش في لافير. وتمت المهمة بنجاح خوتي. باش ما نطولش عليكم، 3 2 1. هذا هو المونيتور خوتي، ركبناه. نجيبو دوك ليكرون تاعي، المونيتور كما يقولوا له بالانجليزيه. أفضل كيبورد وأفضل ماوس لصناع المحتوى، MX Keys Mini الكيبورد، والMX Master 3S الماوس، خصيصا الناس اللي تحب حاجة أورغونوميك، اللي يحبوا اللوكي ما يحبوش الميكانيكال. هذه هي أفضل حاجة باش تخدم المحتوى. هذا هما خوتي، شوفوا الكيبورد نحيف بزاف. امام الكيز تاعو ما فيهمش بزاف ترافل كيما الميكانيكال كيبوردز، ماشي تاع الجيمنج. الماوس تاني شابه بزاف، ergonomic بزاف، ما تحسش تعب كي تدير فيديو اديتين. انا من داك ندير فيديو اديتين 9 ساعات 8 ساعات